نوع من العطر انا منه خليه دائما يهاجمني النحل. اذا هاجمني النحل وشنو اسبابه؟ يعني رديت اقول لكم انه انا مخلي عطر اشوف النحل ماذا يقبل يهاجم. هوب 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 هوب. اللي يخلي النحل يهاجم النحال هو عدة اسباب، خصوصا اذا كان النحل يعني بطبيعته هادئ. اكو عدة اسباب تخلي النحل يهاجم. هاي شوية شرسة الخلية، شوفوا تعاملي وياها شلون راح يكون. شوفوا هسه اول شغله سويتها انا دقيت على باب الخليه، بعدين دخنت. طبعا حارسات العسل يروحون وين؟ مباشره على العسل، قد ما يشتمون ريحه الدخان، فيروحون قبل مباشره على العسل، يبدون يمتصون بالعسل، تمتلئ البطون مالتهم فيذقلون. حارسات العسل المتخصص بحمايه الخليه، اللي هو اذا تقرب من عندها النحال يهاجمه، ثقلت بطونهم بالعسل. والمساله الثانيه، آلة مالت اللسع مالته صارت ما تشتغل، وابدي افحص الخليه بس افحص بهدوء. هم عايشين بمجاميع، فهم اكو فد علاقه كلش قويه ما بيناتهم. انكتلت وحده من النحلات مباشره يتنرفز، يعرف انه اكو عدو صار. شلون يعرف هو انه النحله انكتلت؟ يا خو ما تصيح، يا قبل انكبسه. شلون ما تعيط؟ خو ما تصيح عليهم، الحقوا لي ترى. لا، هي راح عد ما تنكتل راح تفرز فد عطر من جسمها يطلع، فيبدي يطلعون الحارسات يفزعون يدورون شنو السبب اللي ادى الى قتل هاي النحل، فيبدون يهاجمون الاشخاص اللي هم قريبين من الخليه. بسم الله الرحمن الرحيم. احاول من ارفع ما اطبق منه ومنه، لان ربما نحل هنا يمشي. شوف هذا النحل اللي منه، اذا انا اطبق على الجدار يموت. اذا كان اكو نحل هنا وطبقت اطار على اطار ايضا يصير عندنا هاي الحاله. راسا النحل كله يهرع يدور السبب اللي ادى الى قتل هاي النحله، فيبدي النحل يصير الشراسه عنده. هسه انا ما قتلت ولا نحله، شوفوا النحل شلون هادئ، طلع ولا شلون، بسم الله ما شاء الله، دا يمشي وكانه ماكو بشر يمه، بهدوء حامله. وهم يعرفوني، يعني متعرفين على ريحتي انه انا شخص لما افتح الخليه ما اذيهم. زين، اذا انا اجيت اليوم فتحت الخليه، طبقت اطار على اطار، قتلت اثنين ثلاثه، سديت الخليه قتلت اثنين ثلاثه، فحصتهن انا لابس جفوف ولابس قناع وفحصت لي اثنين ثلاثه، ايش صار عند الخليه؟ صار عندها احساس انه هذا صاحب هذا العطر مؤذي. طيب راح اليوم، اجى ثاني يوم، من اجى ثاني يوم وتصرفت نفس التصرف، هذا ايش صار؟ هذا مؤذي. اجيت ثالث يوم، اجيت رابع يوم، حتى سجلوني خطر. اذا سجلني النحل خطر خلاص، بعد اذا انزل على بعد 100 متر النحل يهاجمني. ليش؟ يعني الخليه راسا تقول الملكه، تقول هم لكم الحقوا هذا راح يذبحكم، بس خلونا نوصل الخليه راح فيبدي النحل يهاجمك لان يعتبرك عدو. مثال، اجى اليوم محمد تصرف وياهم هذا التصرف، باكر اجى احمد تصرف وياهم هذا التصرف، عقب باكر اجى حسن تصرف وياهم هذا التصرف. نفس التصرف عادوا اكثر من نحال، او هي الخليه انتقلت من نحال الى نحال وتصرفوا نفس التصرف، سجل عند الخليه كل البشر خطر، فيصير النحل يهاجم اللي بالشارع، يهاجم الطفل، يهاجم الجيران، يهاجم الناس اللي تمشي. ليش؟ يعتبر البشر كلهم مؤذيين.